السلام عليكم ورحمة الله. كيف الحال؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة. اليوم غنقدم لكم واحد الحرشة الزنقة كتجي رائعة بلا ما تحتاجوا انكم تبقاو تشريوها من دابا من فوق. غنحتاجوا الزبدة، سميدة رقيق كيلو، عندي السكر وعندي الملح والخميرات الحلويات من فئة 8 غرام. غنستعمل غير نصف الكمية، تقريبا غير 200 غرام فقط، حيت هاد العلبة فيها 500 غرام يعني نص كيلو. نعدلو في الكاسرونه، نعدلو فوق النار ندو ديك الزبده ديالنا في واحد الاناء. بعد ما غربلت السميده، ضروري خصك تغربلها، نكب ديك السميده في الاناء، نزيد عليها الخميره د الحلويات، ملح والسكر. نتوما بالامكان ديالكم تضاعفوا الكميه على حساب او تنقصوا الكميه، نتوما مخيرين. غنشوفوا في الاخر الكميه اللي حصلت عليها، وبالامكان ديالكم تحكموا واش تزيدوا ولا تنقصوا. غنحركوا مزيان هاد السميده حتى ندخلوا فيها ديك الخميره والسكر والملح. انا كنحرك بيدي حيتاش جبرت الكويرات السكر ود الملح. صافي بعد ما ذوبت الزبده غنزيد عليها كاس الزيت صغير مائده، نبدا نزيد الكميه الزبده بشويه بشويه هي والزيت، ونحرك بيدي مزيان من الفوق لتحت والجوانب باش ندخل الزبده في السميده ديالنا كامله، باش ما بقاش جهه فازقه وجهه ناشفه. ضروري خصها تفزك كامله، ماشي تفزك لدرجه انها تبقى تجمع، لا، خصها غير تحربل درجه مرمله فقط. نتوما بالامكان ديالكم تستعملوا شي اناء كبير من هذا باش يعطيكم اتساع فين تخدموا دغيا. صافي بعد ما ساليت، هيا الشكل ديالها خاصها تكون مرمله ماشي معجنه. غنحتفظ بواحد الكميه صغيره عادله على جنب، والكميه اللي بقات لي في الاناء غادي نعمل ما دافي. نزيد معه معلقه صغيره معمره د الخميره د الخبز، وغادي نحرك مزيان. ضروري خصنا نحرك مزيان باش تذوب الخميره ديالنا في الماء، باش تعطي المفعول. الماء غير دافي فقط. نزيد ديك الماء على ديك السميده ديالنا غير بشويه بشويه، نحرك، ندخل ديك الماء في السميده وما نخلي حتى شي حاجه ناشفه. ضروري خص الماء يجي في السميده، الحبيبات السميده كامله، ما بقاش شي جهه ناشفه وشي جهه فازقه، لا، خصها تفزك كامله. صافي غادي نستمر نحس باللي السميده بارك عليها من الماء، يعني فزقت كامله. كتجي هاد الحرشه اقتصاديه ولذيذه ما تشبعوش منها. ما تبقاوش تشريوها، دائما تبقاو تستعملوها، ما كديش الوقت بزاف وكتخرج كميه كبيره. وانتم بالامكان ديالكم في هذه اللحظه لا بغيتو تزيدوا لا يعني تقسموا العجينه، الخليط ديالنا على 3 القسمات. واحد تخليوه هيدا غير السميده، واحد تزيدوا معه شويه الزعتر والعجينه ولا الخليط الثالث تزيدوا معه شويه الزعتر، واخر تزيدوا معه شويه الزيتون. صافي هاهي كيفاش خليوها خفيفه حتى هي عاد تشرب.
غنغطيها بالسلوفان وغنخليها ترتاح. نخليوها ترتاح غير في المطبخ بلا ما ندخلوها الثلاجه. السلوفان ديالنا كيتنفخ ملي كتخمر العجينه ديالنا كيتنفخ وصافي. دابا زولت السلوفان وغادي نفرغ منها الهواء. ضروري نفرغ منها الهواء. هي كتجي خفيفه باش كتجي ناجحه. الا جات ثقيله ما كتجيش مزيونه. وهاد الطريقه ملي كتخليها خفيفه كتبقى 5 ايام. ملي كتسخنها باش تستعملها يعني داكله كتحس بها ان شاء الله عدلتيها صافي. كنبقى نعمل الكويرات. ضروري كتنزلها فوق ديك السميده اللي احتفظنا بها. غير كديها وتجيبها ما تدخلش في وسطها ديك الحرشه باش ما تجيكش مدقصه. شو الطريقه نعاودت معكم. ضروري هذه الطريقه باش كتنجح لكم الحرشه. صافي عدلت السركل ديالي فوق المقله الخبز. خليتها حتى سخنت مزيان. عملت واحد السركل عملت فيه ديك الكويرات د الحرشه وعوضتهم بيدي كما كتلاحظوا في الصوره. وغادي نستمر حتى نحس بها تحمرت من التحت. غادي نقلبها السركل فوق حتى بالامكان ديالكم تزولوه. ملي تحسوا بها وقفت يعني شبرت في راس الحرشه شويوش عاد زولوها وديوها عدلوا بها حرشه اخرى. صافي هي بعد ما تحمرت غادي نقلب على جهه اخرى الطيب. صافي وغادي نستمر نعدل الكميه اللي بقات لي بنفس الطريقه. ضروري هذه الطريقه باش ما تدخلوش الحرشه في الوسط كما قلت لكم وتجيكم مدقصه كتجي هشيشه ورطيطه. من الكميه اللي حصلت عليها عملت سركل مدور. كيفاش جات ما شاء الله. انا قلت لكم تحكموا في الكميه. بغيتوا هاد الكميه انا استعملت كيلو تسميده. بغيتوا كتر استعملوا كتر. بغيتوا اقل استعملوا اقل. هيا من داخل كيفاش كتجي. هالنوع د السركل اللي استعملت على شكل قلب. استعملت مدور. هيا رطبه من داخل.